تعزيزا لقدرات المنمين على مستوى ولاية غورغول، تأتي هذه الورشة التكوينية المنظمة من قبل الاتحادية الوطنية للتنمية المحلية والجهوية بتمويل من مشروع برابس 2 التابع لوزارة التنمية الحيوانية. الدورة التكوينية يشارك فيها رؤساء المكاتب وممثلو الروابط الجهوية للتنمية الحيوانية والمندوبية الجهوية للقطاع، إضافة إلى عدد من الفاعلين في المجال. تندرج هذه الورشة في إطار الرفع من مستوى الأداء بما ينعكس إيجابا على واقع التنمية الحيوانية على البلد بشكل عام. وفي الأخير أعلن على بركة الله افتتاح هذه الورشة، وأملي أن يستفيد الحضور من هذه الورشة بما يجسد واقعا عمليا ينعكسه الواقع العملي على التنمية الحيوانية على مستوى الولاية. المنسق العام للاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية أكد خلال كلمته حرص الاتحادية على العمل من أجل تمكين المنمي من أداء مهمته بالشكل المطلوب من خلال التكوين والتأطير والدعم بشكل مستمر. لا يخفى علينا جميعا الدور الكبير الذي يقوم به المنمي في الدور الاقتصادي للوطن، وهو ما دفع السلطات العليا للبلد لإدراك هذا الدور وإعطائه المكانة اللائقة به. وتجسد ذلك في خطاب تنبثق التاريخي لسيد الرئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، ونعمل جميعا على تطبيق هذا الخطاب ومخرجاته على أرض واقع التنمية الحيوانية. وقد حظي قطاع الثروة الحيوانية في ولاية غورغول بدعم خاص من القطاع الوصي من خلال التكوين والمتابعة وتجهيز البنية التحتية على مستوى كافة بلديات الولاية. لقناة الموريتانية، معاد عبداوة، مدينة كيهيدي.